السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي بخير؟ اول حاجه عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وزياده الرزق وطول العمر. فنتشارك معكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو اجواء العيد، اجواء النهار الاول ديال العيد عندنا كي تدوز. فاول حاجه من طبيعه الحال تنبداو بها هي صلاه العيد. فصلاه العيد حنا كانت عندنا مع السبعة ديال الصباح. فشوفوا هذه الاجواء تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، حضور كبير، النساء والرجال والاطفال والبنيات الصغار، تبارك الله كل شيء حاضر. تبارك الله اجواء زوينه. ومن بعد الصلاة فتيجي الدور ديال ذبح الأضحية. هنا كما تشوفوا تيوجدوا يذبحوا الاخر. هنا الاولين اللي ذبحوا، فهنا يشوفوا تبارك الله هذا الخير موجود، السمونيه موجوده، اللحم موجود. ولكن كان الغلا تبارك الله هذا العام كان غالي بزاف، لانه على المسكين فغالي بزاف بالنسبه للاعوام الاخرى، فهذا العام كان غالي بزاف. فنتمنى من الله تعالى هذه الموجه ديال الغلاء تنزل، لان الناس تكرفصوا الصراحه، ماشي غير في الاضحيه، فكل شيء تزاد. كاين الحاجه اللي الدوبلات ولا التريبلات في الثمن ديالها. هنايا مريم الاختصاصيه في العصا، اذا شده وتتعصي فيه فما تيقولوا لها ضربي عند اليدين ولا الرجلين اللي تيكونوا باش يتنفخوا شويه، لان تما تيكون صعيب شويه في السليخ. اذا تعصيه محلفه عليه ما غاديش دار ليها. فهنايا الذبيح والسليخ كما تتعرفوا مهمات الرجال، ومن بعد تتبقى مهمه العيالات اللي هي الكرشه، غسيل الكرشه، الدواره، بولفاف، الغدا. فهنايا الا كانت معاونه كلها تيمشي لحاجه، تدوز الامور بخير. فهنا كما تشوفوا الكرشه. فهنا بالنسبه للكرشه تنقول لكم احسن طريقه لها واسهل طريقه هي تخوى فيها الماء من الروبيني مباشره ولا تيو، وتتقب من الجهه الاخرى، فتخرج داك التفل ديالها كامل تيمشي. ماشي تنحلوها تنديروها باش ما تترونش، لان هذاك التفل ديالها الا خرج تتزعلك لينا هكاك تتولي ما يمكنش تغسليها. فبهذه الطريقه كما تشوفوها ما ترونات ما حتى شي حاجه. انتما كتشوفوا من تحلها فمنقيه من الداخل تتبقى غير تكرط، اما داك التفل وداك الشيء فيها ما تيبقاش. شوفوها، فداك الماء اللي دار لها مزيان وتتقب من الجهه الاخرى تتغسل مزيان. ومن بعد الدواره انا هنا مهمتي المجمر كما العاده. فبولفاف ما تيحلى الا على المجمر والفاخر. خليني من شويه الكهربائيه ولا في المقله ولا شي طريقه اخرى، فتيبقى المجمر والفاخر هما احسن حاجه. فهنا تنديروا الكبده تطيب هكا طرف، ماشي بزاف، ما نخليوهاش دغيا هي تتحرق، فهي شويه تطيب وتنحيدها باش تتقسم طريفات، ونعاود نردها المره اخرى كما غتشوفوا معايا. من طبيعه الحال كلشي تيعرف يصاوب بولفاف ما كاينش اللي ما تيعرف ليه.
فهنا كما شفتوا من بعد ما طابت الطيبه الاولى فتنشدها نقطعها هكا طريفات طوال وتنعاود نستفهم شويه ونردهم يطيبوا المره الثانيه. وكنكون درت لهم مليحه، شويه الكمون، شويه الفلفله حمراء باش تطيب معاهم، تدخل لهم هذيك العطريه. وتنعاود نردهم يطيبوا المره الثانيه. هنا بعد ما تطيب المره الثانيه تنقطعها طريفات. هاد الطريفات اللي غادي نزيدو عليهم الشحمه ونديروهم في القطبان وتعاود طيب مره اخرى. وسبحان الله العظيم هنا الا درتوها جربتو ودرتوها بوحدها فما تجيش بنينه، ما تجيش زوينه بزاف، ماشي بحال لا دارت عليها الشحمه فتطلق فيها هذيك شويه الليدام ديالها وتطريها، تتخليها طريه وفتيه وتطلق فيها من طبيعه الحال واحد البنه. فهنايا لاله هاجر هي اللي عاونتني تتعمر في القطبان وتحط. فشوفوا تبارك الله عليها، والله الا تديرهم مقادين وزوينين. هي واحد السراريقه تتسرق وتاكل. وهنايا هادشي الاخر من طبيعه الحال تنبغيو نقضيو به، ولكن نجمعوه هنا جمعتوه في واحد البلاطو كبير وبنديروه في الفريغو، ماشي يتجمد ولكن غير باش يبرد، لانه واحد السخونيه كثيره ما نقولش لكم، واحد 46 ولا 47 الحراره. هنايا هادشي الكرشه وهذا ديال القديد ديال الكرداس زعما، فتنسناي تقطر مزيان باش دار لها الملحه والقوام ديالها. هنايا الروس والكرعين مشوطين خصهم غير يتهرسوا، فانا شوطوهم بالشاليمو مسربي. فما كاينش محسن من العافيه، ولكن مع هذا الصهد صعيب الحال. وهنا يا سيدي محمد الاختصاصي في التهرس والدقداق، هرس دقدق والتقطاع. فانايا كيما ديما هو اللي تيتكلف بالريوس. فانا سبحان الله العظيم ما عنديش مع الراس، فمن الصغر كنت نشوف فيه الدود ما تيعجبنيش. تناكل الكرعين واخا يطيبوا معاه، ولكن الكرعين تناكلهم وتيعجبوني، ولكن الراس والو. واخا نشوفو نحضر ليه نقي ما فيه حتى حاجه، ولكن بقات هكاك ما تناكلوش ما تيعجبنيش. فبالنسبه للعيد كل واحد شنو عادته شنو تيدير في العيد. كاين اللي تيدير سكسو ولا التقليه، فاحنا ما تنديروش هكا، ما تنديروش كسكسو ولا التقليه نهائيا نهار العيد. فنهار العيد كما قلت لكم الضروري هو بولفاف الصباح للفطور. الغداء تنديرو الكتف مبخر تيدار شوا كما تنقولوا، والغد ليه في الصباح تنديرو الراس ضروري الراس مبخر، ومن بعد منه القطبان. فاني ضروري هادشي كله يتجمع النهار الاول، يحيد الثلاجه ولا الفريغو لانه سخون الحال. وهنايا اللحيمات بعد ما تقطعوا تيتعزلوا هنايا كل حاجه بوحدها، كل حاجه ولا شدار الكتاف الضلعه اللي تيدار قردال القطبان، كل حاجه تتعزل بوحدها. فما نكرهش تقولوا لي في لي كومونتير العاده ديالكم اشنو تديروا. فتشاركت معكم هنا نهار العيد كي دوزناه،
تنتمنى نتوما تقولوا لي في لي كومونتير شنو هي العاده ديالكم في العيد، واش بحالنا ولا مختلف علينا. فتنشكركم على المتابعه، وتنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.